يقول الإمام ابن مبارك وهو يذكر شيئا مما يكون يوم القيامة من الحسرات والندامات وما يحصل لهؤلاء المعرضين من الشقاوة: وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع. أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع. تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها غمعوا. طال البكاء فلم ينفع تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع. فلينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سأل قوم بها الرجعى فما رجعوا. طارت الصحف وتناول أهلها هذه الدواوين، وهم كما سمعت في الأحوال سعيد سعادة أبدية، مسرور في غاية الحبور، وكئيب حزين في ذلك اليوم، ولا فرح بعده أبدا ولا ذهاب، بل يستمر الحزن يوما فيوما، ويبقى في ذلك الحزن أبد الآبدين.